مسلسل اشغال شقه خلص، وحقيقي الواحد حاسس انه عايز يقول كام حاجه كده. اولا شابوه بجد اللي كتب المسلسل ده، تحس السيناريو مكتوب ببساطه وحلاوه كده، مفيش كوميديا فارغه ونكت محشوره بالعافيه عشان تضحكك، لا الموضوع كله سهل ولذيذ. تقريبا نفس الكلام اللي قلته على مسلسل بالطو لما اتفرجت عليه، انه اهم حاجه في اي مسلسل كوميدي هي الورق اولا. تاني حاجه بجد هشام ماجد ممثل ممتاز، ووصل لمرحله حلوه جدا في الاداء، انه عارف الدور محتاج ايه ومتقمص الشخصيه، ومن غير اي حزق او افوره او ان هو يتصنع الضحك، لا هو بالعكس البرود اللي في الشخصيه هو اكتر حاجه حلوه فيها. اصلا انا مش هعرف اتكلم على كل شخصيه في المسلسل لوحدها، ولكن حقيقي مصطفى غريب هو اللي فاجئني في المسلسل ده. في اول حلقه او اتنين ما كنتش متقبله قوي، ولكن بعد كده ومع الاحداث تقبلته جدا، وعامل الدور حلو قوي، ومن اكتر الشخصيات اللي ضحكتني في المسلسل ما كانتش حلقاته كلها في نفس المستوى، كان في حلقات عاديه بالنسبه لي زي الحلقات اللي قبل الاخيره بتاعه رحمه احمد وانجي وجدان، كانوا عاديين شويه بالنسبه لي. في حلقات كتير بقى جامده، وفي حلقات منتهى الجمدان اللي ضحكت فيها جامد، زي حلقه الكبده بتاعت انعام سالوسة. الحلقه دي انا دمعت من الضحك، وده ما حصلش من فتره كبيره جدا مع اي مسلسل مصري. كمان حاجه، انا في العادي اصلا ما بحبش قوي اسماء جلال كممثله في الادوار التانية، ولكن الدور ده كانت عاملاه كويس، وده نجاح للمسلسل على بعضه ونجاح للمخرجين اللي عاملينه. شابوه تاني لكل اللي اشتغل على المسلسل ده، وحقيقه انا مبسوط بالفورمات بتاع ال 15 حلقه، طالما ما فيش اي داعي لمط التطويل وخلصنا القصه بتاعتنا في 15 حلقه، فدي حاجه حلوه جدا وهنشوف منها كتير الفتره الجايه. ومبسوط جدا بالناس اللي كتبت المسلسل ده، ومبسوط بجرعه الكوميديا المحترمه اللي خدناها من كوميديا المواقف والاحداث اللي بتحصل قدامك، مش افيهات وسخافه. وانا مش من الفريق بتاع اعملوا موسم تاني من المسلسلات اللي بتفرقع وتنجح من اول مره، لا بالعكس، انا شايف ان هو كده حلو قوي، والقصه انتهت ومقفوله وتجربه جميله ارشحها لاي حد عايز يضحك من قلبه فعلا. وبس كده، ما تنساش اللايك والفولو، مستني رايكم انتوا في الكومنتات.